وننتقل إلى حسين جلبي مدير المركز السوري للحريات الصحفية التابع لرابطة الصحفيين السوريين من هامبورغ. أهلا بك سيد حسين. المركز السوري للحريات الصحفية أصدرت قبل أيام قليلة تقريرا آخر مفصل يتعلق بمقتل الإعلاميين. ما هي أبرز النقاط التي تناولها هذا التقرير؟ المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين قام بتوثيق مقتل 257 إعلاميا سوريا أو إعلاميا يعمل في سوريا منذ بداية الثورة السورية. في هذا الشهر قام المركز بتوثيق مقتل إعلاميين ناشطين إعلاميين فقط، وهناك انتهاكات أخرى طال أحدها مركز إعلامي في حلب. نعم. طيب، ما هو دور المنظمات الدولية للدفاع عن الصحفيين وللدفاع عن الحريات الصحفية؟ دور المنظمات الإعلامية التي تدافع عن الصحفيين هي ينحصر في ممارسة الضغوط والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية من أجل إرغام النظام السوري أو من أجل إرغام المجموعات المسلحة التي تعمل أو تسيطر على مناطق معينة في سوريا للالتزام بمعايير أو للالتزام باحترام العمل الصحفي وترك الصحفيين يعملون بحرية. المركز السوري للحريات الصحفية من جهته المركز السوري للحريات الصحفية من جهته يقوم بالتواصل مع هذه المنظمات بإبلاغها الانتهاكات التي تحصل في سوريا عن طبعا باعتبار المركز. نعم سيد حسين، ما هي أبرز ردود فعل هذه المنظمات الدولية المسؤولة لحماية الإعلاميين؟ أبرز ردودها هي في البيانات التي تتواصل التي تقوم بإصدارها بين الفينة والأخرى. هذه البيانات هي بناء على نشاط منظمات أو ناشطين سوريين على الأرض يقومون بتبليغ هذه الانتهاكات، ونحن من جهتنا نقوم بإصدارها في تقرير شهري. في نهاية كل شهر نقوم بجمع هذه الانتهاكات، نقوم بمراسلة هذه المنظمات وإبلاغها جميع الانتهاكات الحاصلة. من جهتها تقوم بفحص هذه الانتهاكات بفحص تقاريرنا وعلى ضوئها وعلى ضوء تقارير زملائنا في المنظمات الأخرى. حسين الجلبي مدير المركز السوري للحريات الصحفية التابع لرابطة الصحفيين السوريين من هامبورغ، شكرا جزيلا لك ونعتذر أيضا عن ضيق الوقت. جولة الرابعة انتهت، وإلى العناوين.